يلا بينا، عاملين ايه؟ رحت زعيم الشام تاني يا جماعه، مكانه مكرم عبيد امام بوابه السراج مول اهو، الناحيه التانيه على طول. طبعا شفتوا المره اللي فاتت، المره دي بقى ايه؟ في رمضان خدت اهلي ورحنا كلنا نفطر عنده. كلمت بتاع المطعم، الراجل اللي ماسك هناك قال لي ايه يا باشا، يلا يا باشا مستنيك. عمل الترابيزات بصراحه، بص الفيو عامل ازاي، عمل ترابيزات جنب بعض جميله على الفيو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بتبص انت شايف كل ده، يعني انت تقعد شايف كل ده، ترابيزات كلها جنب بعض حطها تحفه تحفه تحفه. وحط لنا فانوس اهو بيحسسنا بايه؟ باجواء رمضان. طبعا مش هقول لك الاكل جوسي وموسي ولوسي وبوسي، لا مفيش الكلام ده. هقول لك الامانه واقول لك الصح واقول لك ان المكان ده حلو والناس اللي فيه ناس كويسه بجد. والله ما خدت منهم جنيه وحاسبت على الاكل بتاعي، والله ما خدت منهم جنيه وحاسبت على الاكل بتاعي. طيب طلبنا ايه؟ طلبنا حاجات كتير، من ضمنها اللي انتوا شايفينه ده مناقيش ده عرض الثلاثه دول ب 50 جنيه. هنا ربع فرخه وصباع كفته وشويه بطاطس وصباع كفته فراخ كمان. الوجبه دي كانت عامله 70 جنيه، معرفش دلوقتي غليت ولا لا، بس هتروح وتقول كلمه السر المصري هيعمل معاك احلى خصم. كلمه السر ايه؟ المصري. نص شيش جبنه تاني، الوجبه اللي انا وريتها لكم دي برضو جبنه كفته، جبنه طرب، جبنه حاجات كتير قوي. الاكل حلو قوي والله، طعمه جميل فعلا فعلا. الفيو خطير خطير خطير. طب المناقيش ابو 50 جنيه اهو، ها ابو 50 جنيه عشان مصري. تقول لي كلمه السر ايه؟ المصري. جبنا طاجن مكرونه، جبنا برجر، جبنا اكل كتير. ودول ولاده ايه؟ ولاد اختي بقى قالوا ايه؟ يلا بقى خاله قال لي شيلني يا خاله. شيلته هقول له ايه؟ ما اقدرش اقول له حاجه.